السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده انا هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. عايزاكم كده تركزوا معايا وتشوفوا تركزوا في الكلام اللي انا هقول عليه بصرف النظر عن اللي فات كله. انا عايزاكم تركزوا في الفيديو ده كويس قوي. لو لسه مش عارف الخبر المهم ده او زحمة الاخبار الكتير وانشغال الناس خلاهم ما بيتكلموش عنه، وركز معايا لحظات لانه كارثة بكل المقاييس وعلامة على أن كل اللي بتمارسه فرنسا من محاولات لكسب المسلمين ما هو إلا ستار ضخم عشان تداري أفعالها الدنيئة وعدوانيتها ضد الإسلام الموجودين في فرنسا. يوم الاثنين الموافق 2/11 في عامة المدارس بفرنسا الرئاسة أمرت بالوقوف دقيقة صمت، زي بنقول كده دقيقة إحداد على روح المدرس صمويل باتيه الله يلعنه، اللي أشعل المشكلة من البداية وعرض صور مسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتم قتله على إيد شاب شيشاني مسلم في إحدى المدارس الأطفال فيها أعمارهم لا تتجاوز عن ال10 سنوات. المدرسين لاحظوا أن فيه 4 أطفال، 3 أولاد وبنت، ظهر عليهم انهم مستائين او رافضين الوقوف حداد على صمويل باتيه الله يكحمه. وبعد انتهاء دقيقة الصمت بدأوا المدرسين في مضايقة الأطفال بأسئلتهم لمعرفة نواياهم. فكانت الأسئلة من نوع إيه؟ رأيكم إيه في قتل المدرس صمويل باتيه؟ وهل ده إرهاب؟ وهكذا. في بعض الأطفال من ال4 ردوا وقالوا إنهم شايفين إن قتل المدرس غلط، ولكن هو اللي تسبب في قتل نفسه لما عرض صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الفعل اللي قام بيه ده مرفوض. والتانيين قالوا إن قتله كان صح لأنه ما كانش ينفع يتعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويأذي المسلمين بالشكل المهين ده. طبعا المدرسين ما صدقوا بعد اليوم الدراسي ما انتهى، بلغوا الشرطة اللي اتعاملت مع الموقف بشكل إرهابي باحت. تصرف الشرطة كان عجيب جدا. تاني يوم الساعة 7:15 الصبح تحركوا بقوات كبيرة نحو منازل الأطفال واقتحموا بيوتهم. منهم كان لابسين لبس شرطة، ومنهم كان اللي كان مقنع. تخيل معايا الشكل المرعب اللي تعرضت ليه طفلة عندها 13 سنة في إحدى البيوت، وكانت أخت الطفل من الأطفال ال4، وقامت فتحت الباب عشان تتصدم من الهجوم الغاشم ده عليهم. أول ما رجال الشرطة دخلوا توجهوا لغرف الأطفال وخدوهم من وسط أهاليهم وقبضوا عليهم بكل وحشية كل غباء دون مراعاة أنهم مجرد أطفال صغار. وكما فتشوا البيوت وبهدلوها وحجتهم إنها بيوت إرهابيين. وطبعا اللي زاد الموقف تعقيد ال4 عائلات، منهم 3 من تركيا وعائلة واحدة من فرنسا. وكلنا عارفين حالة التوتر اللي بين ماكرون رئيس فرنسا وأردوغان رئيس تركي. قبل الشرطة ما تاخد الأطفال وتتحرك حققت مع عائلتهم الأب والأم وسألوهم أسئلة من قبيل إيه رأيكم في تصريحات أردوغان ضد ماكرون؟ وطبعا سيدات العائلات كانوا محجبين فقالوا لهم انتم محجبين ليه؟ وسألوا واحدة منهم زوجك اللي أجبرك على الحجاب؟ طبعا ردهم ان هم ما بيفهموش في السياسة والحجاب لابسينه عشان مسلمين. وزير الداخلية الفرنسي اللي كلنا عارفين تصريحاته العدائية ضد الإسلام والمسلمين قال ان فعل الشرطة كان صحيح، وقال كان لازم يفتشوا البيت ويهجموا عليه بالشكل ده بحجة انهم مش عارفين هيتعاملوا مع مين، وان الاهالي دول ممكن يكونوا متطرفين. واضاف وقال ان الشرطة في تصرفها ده كانت محترمة القانون على اكمل وجه. هو اللي مشجع الشرطة ان هي تتعامل مع الاطفال بالشكل الارهابي ده كله عشان الأطفال رفضوا الصور المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. تم التحفظ على الأطفال يوم كامل تحت إدارة جهاز الشرطة واتهموهم بالتطرف، وكانوا بيسألوهم أسئلة كتير وبيحاولوا يحللوا نواياهم ومارسوا عليهم كل أنواع التسلط والوحشية، معتقدين من أمن عائلتهم
عائلات إرهابية، وبيحللوا كل إجاباتهم على أسئلتهم. أسئلة كانت بتروح المسجد بتصلي، وطبعا الأطفال قالوا بنروح المسجد وبنصلي. وأسئلة تانية حول آرائهم بخصوص الرسوم المسيئة للرسول، اللي هي الرسوم الدورية اللي هم للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا يوم كامل بيتم التحقيق معه. طبعا لو تخيلت نفسك مكان الأطفال ممكن تصاب بحالة نفسية غير قابلة للعلاج، ناهيك عن إنهم أطفال صغار وتعرضوا لموقف فيه رهبة كبيرة زي ده. ولكن تقدر تقول لي الأطفال دي هتمارس حياتها الطبيعية إزاي، وهتعبر عن آرائها فيما بعد إزاي؟ بلاد الحرية بتكبت حرية المواطنين لو ما كانتش على مزاجهم، وبيمارسوا إرهابهم وسلطتهم على أطفال لا حول ولا قوة. ليه؟ تخيل إن الناس دي عايشة مسالمة في فرنسا، بيدفعوا الضرايب وعايشين في حالهم، وذنبهم الوحيد إنهم مسلمين، فبيتعرضوا للإرهاب بالشكل ده. واحد من الآباء قرر يرفع دعوة ضد المدرسة، بس هتفيد بإيه الدعوة؟ واللي بيدعم المدرسة واللي ارتكبوا الواقعة الدنيئة دي هم الشرطة. إزاي يرفع دعوة للحكومة بيقاضي فيها الحكومة؟ طبعا حدث زي ده يظهر النوايا الحقيقية لفرنسا، وإنها ما بتحترمش الإسلام، زي ما وزير الخارجية الفرنسي زار مصر وقال ده كله مجرد ستار مدفون خلفه حاجات كتير عدائية وكرهه وحقده وبغضه وكل أنواع النفور للمسلمين. هم هيقفوا قدام العالم كله وهيقولوا بنحترم الإسلام، ولكن ده كله عشان اقتصادهم ما ينهارش. ولكن حقيقة الأمر هو أنهم مش عاوزين المسلمين معاهم، وبيحاولوا يرهبوهم عشان يخرجوهم او يكبتوهم ويسكتوهم. ما تتخدعش بقناع المسكنة والاحترام اللي لابسينه على مضض اللي في قلوبهم هيفضل واحد. إلا رسول الله هاشتاج يروي غضب المسلمين من ماكرون رئيس فرنسا، تصدر هاشتاج إلا رسول الله. ردود كتير حول موقع تويتر إلا رسول الله. كاميرون سجن النبي كاميرون، وكتب عبد الله حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم إلا رسول الله. وكتبت فتاة من رواد السوشيال ميديا كيف كان شعور الصحابة وهم برفقة الرسول، الله يا رب لك الحمد أنك جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن نسألك فلا تحرمنا من رفقته بالجنة ونحن نسألك. وأعلنها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت مجلة شارلي أبدو الفرنسية من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في عدد المجلة الصادر. وحذر مرصد الأزهر في بيانه من أن الإصرار على جريمة إعادة هذه الرسوم المسيئة يرسخ لحظات الكراهية لخطاب الكراهية، ويؤجج المشاعر بين اتباع الأديان، ويقف حائط صد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف ديانتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا مبرر لمشاعر ما يقارب لملياري مسلم حول العالم، كما أنه كفيل بأنه يعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان. وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم، مؤكد أمن الازدواجية في التعامل مع اتباع الأديان، وسياسة الكيل بمكيالين، وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لم تقدم للإنسانية إلا مزيد من الكراهية والإرهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولا يحلى أي كلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، هو شافعنا وحبيبنا. وإحنا كلنا لازم نقاطع المنتجات الفرنسية، كلنا لازم نعمل مقاطعة للمنتجات الفرنسية يا جماعة. كلنا لازم نكون غيورين على ديننا وعلى رسولنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا مش هنخسر حاجة لما نقاطع المنتجات دي، احنا كده هم بيهنونا
ديننا وبيهونوا ديننا، واحنا ما نقبلش اي واحد. بيبقى بنقول على اي واحد لازم يبقى غيور على بيته وعلى اولاده، ده ما بالك بقى احنا هنا في مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. لازم نبقى غيورين على ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كله هاشتاج الا رسول الله، الا حبيب رسول الله. كل مقاطعة لجميع منتجات المنتجات الفرنسية. الكل يعرف، وانا عارضة الصور مع حضراتكم هنا. كل الصور اللي هي بتاع منتجات المنتجات اللي هي الفرنسية، سواء منتجات غذائية، منتجات ألبان، ملابس، برفانات حريمي، برفانات رجالي، أدوات كهربائية. أرجوكوا 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 المقاطعة ضد المنتجات الفرنسية، وكلنا نقف، لأن بقت ظاهرة مش هنسكت لما تبقى ظاهرة كل واحد يطلع يشتم. انا مش قادره اتكلم، مش قادره اتصور ان في حد بيطلع يشتم ويسب ورسوم ضد الرسول، حاجات مسيئه ضد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كلنا كل العالم العربي، كل المسلمين، كل الاسلام لازم يقف وياخد وقفه ضد، يحافظ بيها على دينه ويدافع بيها عن نبيه. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل العالم. اللهم ارزقنا من يد الرسول شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الكل يضغط شير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان الناس كلها تعمل مقاطعة للمنتجات الفرنسية. أي واحد غيور على دينه، أي واحد بيحب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أي واحد بيحافظ ومش ما يقبلش على الرسول بتاعنا، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما يقبلش عليه اي كلام او اي حاجه مسيئه عليه، يعمل شير للفيديو عشان الكل يعمل مقاطعه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.